صباح الفل يا حبايبي، صباح الخير، صباح الهنا والناس الطيبة على قلوبكم الطيبة. أختكم هناء بتصبح عليكم، وحشتوني. معلش فات كام يوم كده، يعني الحمد لله رب العالمين كانوا كويسين. بصوا يا قلبي، حددتي النهارده شايفين ال10 جنيه دي؟ ال10 جنيه دي قد إيه بتسعد حد لو هو أنت رضيته بيها. الولاد الصغيرين احنا اتفقنا ان احنا بنعود بعضينا على عادات كده، يعني بنحييها بقى، بمعنى اصح هي موجوده ما مشيتش، بس احنا بمجرد ان احنا بنحييها. هقولكوا على حدوته صغيره. كان عندي خال رحمه الله عليه اسمه اسماعيل خالي اسماعيل عبد المعطي. دوت كان كل عيد يجي يديني ال 15 جنيه وانا صغيره قوي، من وانا صغيره قوي 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 لغايه ما بقيت عروسه. ال 15 جنيه دي، رغم ان انا والدتي رحمه الله عليها ووالدي كانوا يعني الحمد لله مش حاوجيننا لحد، بس احساسي ان ال 15 جنيه دول زياده على اللي انا باخده كان احساس بيفرحني، وابقى فرحانه اول يوم العيد خالي اسماعيل جاي ويديني ال 15 جنيه، وابقى قاعده جنبه كده بشوف ايده رايحه فين. عارفين ده معناه ايه؟ ان انا لغايه دلوقتي لسه فاكره حاجه كويسه زي دي. الولاد محتاجين برضو الصغيرين يفتكروا من الخال، من العم، الصحبه، حبايب قلبي. دي حاجات بسيطه بس بتسعد. احنا خلاص كبرنا، بس لسه عندنا ذكريات كده بتسعدنا. آه، احيوا الذكريات دي، احيوا العادات الجميله دي مع اولادكم واولاد ولادكم. انا عندي بنتي لغايه دلوقتي اول ما اصحابي اللي يديها 100 جنيه يديها 200 جنيه، اللي يديها 50 جنيه، والله بتبقى مروحه فرحانه وسعيده، برغم ان الحمد لله هي معاها، بس هي بتحس ان في ايد تانيه معاها غير ايديا. صباح الفل عليكم، كل سنه وانتم طيبين. كانت معاكم اختكم هنا ابراهيم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.